تحس ان انت داخل قصر مش مطعم، تحس ان انت داخل حاجه كده عظمه على عظمه. السلام عليكم. عليكم السلام. شيف عصام العربي هنا ولا مش موجود؟ ان شاء الله موجود؟ ان شاء الله. ماشي. انا ممكن تسيبني اريح هنا شويه على فكره. هنا؟ ممكن ده لو ويتنج جيست او حاجه ممكن نقعد هنا منتظر ولا في مكان فوق تاني؟ لا هنا بينتظر هنا. الانتظار هنا صح كده؟ المواعيد بتاعتكم من امتى لامتى؟ بتبقوا شغالين من امتى لامتى؟ يعني من الصبح من اول الساعه 12 لغايه الساعه 1 بالليل. من 12 الظهر ل 1 بالليل. ان شاء الله. تمام. انا اكتر حاجه انا يا جماعه نجرب كده ونقول لكم التجربه عامله ازاي، لو الاكل وحش هنقول وحش. لا لا راح. شوف عصام عارف ان احنا بنقول الحقيقه. لا ان شاء الله حبيبي. يعجبك. صباح الفل. نورت. شكرا. انا متفائل خير، والله متفائل. انت متفائل؟ متفائل اكيد؟ اكيد. يلا بينا. يلا. متفائل خير. لا مش متفائل، شكل الدور ده مقفول. مش هو ده الدور انا. الدور دخلنا في حته غلط ولا ايه؟ الشرب يعني متوسط كده 40 جنيه، من 25 جنيه لحد لا في 75 كمان. دي الاسعار اهي. شوربه الكوارع ب 75. انا شايف برضه بصراحه يعني حسب الكوانتيتي او الكميه اللي هم حاطينها هننقل كل التجربه بالتفصيل، بس اما نشوف الكميات قد ايه. بصراحه ما نقدرش نحدد الاسعار كويسه ولا لا الا لما نشوف الكميات اللي هينزلوها عباره عن ايه. ده المنيو اهوت، لو حابين تشوفوا الاسعار او تصوروه تاخدوا سكرين شوت. عيش كريسبي بزيت الزيتون والزعتر السوري. زيت ايه معلش؟ زيت الزيتون. الزيتون؟ خدت بالك انت من الوضع دي؟ خدت بالي من زيت الزيتون والزعتر السوري. بص كده بقى. سلام على الكريسبي. تسمع دي مع مزيكا. مزيكا حلوه قوي. الجبنه عندنا بالطحينه وواخده زبادي، عشان كده طعمها ما تحسش انت بالجزعه بتاعت الجبنه القديمه او الشرخه اللي تيجي تزورك دي. طعمه حلو. ناكل جبنه قديمه قبل ما الاكل يجي. صوص الفيو. الفيو حلو قوي كمان. احلى حاجه ان احنا مطمنين على العربيه، راكبين تحت تحت المطعم على طول. العربيه بتاعت البيت. بتنجان مخلل، هو باين عليه ان هو مش متحمر طبعا، مسلوق، والخلطه شكلها بيشهي بصراحه. فيها جزر وبقدونس وفلفل. قول لي كده ايه الكلام؟ ابدا انت بالبتنجان المخلل. انت بتاكلني في سلطه وبتنجان ومش وبتاع انا مش عايزك تاكل حاجه من اللحمه اللي عشان هتاكل تاكل من من الاخر. وريني الكلام. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. قول يا ويلي يا ويلي يا ويلي كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ايوه. ليمون والتوابل فيها حلو بجد. بس مش هيعجبك انت. لا طحينه، ملح الليمون، حاطين فيها ملح ليمون، ملح الليمون زياده. دول بابا غنوج. حلو قوي قوي قوي. بص بقى، دايما 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 في اي ريفيو بنعمله بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ ميكس الحديدي. ميكس الحديد. صدوق الاول طب لوحده. لا، الحاجات دي ما تبداش لوحدها، الحاجات دي لازم تعمل لها ميكس. بص بقى اهو، لقمة عيش طازة فريش مع حتة طرب جميلة، مع البابا غنوج بتاعنا الرايق، ايوه. مع حتة بتنجان سبايسي، بتنجان مخلل. ناقص عود جرجير بس لسه ما جاش. ندوق. الطرب فعلا حلو. لا لا، حوار والله العظيم بجد. المفروض انا وانت لما نيجي نصور فيديو اكل او ريفيو نقفل على نفسنا. احنا ما ينفعش نتكلم مع حد واحنا بناكل بصراحه. خش بقى بالتقيل. بص ايوه كده سحس، روق علينا سحس داخل علينا اهوت. السبايسي ده بتاع احمد سمير، انا ماليش دعوه بيه. خليه قدامه بقى وهات انا ده هنا. هات يا حبيبي.
وريني مبكبكه كده. بص بقى، بص الشغل العالي. قول يا ويلي يا ويلي يا سياس. يا ويلي يا ويلي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده الشغل العالي. تسلم ايدك يا سياس. اوعى تكون جبتها سبايسي. لا حبيبي. تسلم يا اللي بيعمل ورق العنب دوت شيف راجل ولا واحده ست؟ واحد ست. قول لها تسلم ايديكي والله العظيم بجد. ورق العنب يا جماعه يعني ده اكيد حاجه ممتازه، يعني لو هو مش فريش يبقى شيف ريكس مثلا ماركه كويسه. الورق العنب مستوي، وعارفين انتوا القطمه بتاعت ورق العنب ديت وهو مستوي، عارفين انتوا الاحساس ده، والرز كمان مفلفل من جوه، والخلطه مظبوطه 100 100 يا احمد. والله لازم تدوق ورق العنب، ولا اقول لك خلي لي ورق العنب ودوق انت السمبوسه. تعالى دوق. خش بقى على المحاشي يلا. كفته. كفته؟ انا عايز اكل طرب تاني بس خلينا لا خلص الاول يلا التيست وبعد كده كل براحتك. يلا كفته مع طحينه. ماشي. ريحه الكفته حلوه، مش اجمد حاجه بصراحه الكفته مش اجمد حاجه. انا مش عارف ازاي بتخيش اللي الطرب يبقى واو والكفته عارف، مش حلوه. مش عارف، اكيد فرمه الكفته غير الطرب. الكفته مش اجمد حاجه، الطرب عالمي، حته كده من ورا العقل بشويه بصراحه. الطرب تمام. الكفته تخش على ايه؟ نخش على الممبار. تخش على دي مش عايزين نقول حاجه حلوه، لكن في تركايه ما نقولش عليها. الممبار استنى يا باشا. عالمي. المهرجانجي. تعالى اسمع المزيكا. هوريك انا الطش يا عم. يا عم هوريك انا الطش. وهعمل ايه بقى يا احمد امير؟ قرب كده عشان تسمع المزيكا. بص الكلام. يا ابني قرب عليا يا ابني، قرب هات التفاصيل بتاعت الملوخيه يا حبيبي. انا مش محتاج شهرة يا حبيبي، انا عايز اشرب ملوخيه. تسلم ايدك يا سيدي. عالمي عالمي. ده الريحه قلبت الدنيا. اي حد عايز طشه في الصاله قول له مالكش دعوه. حبيبي تسلم يا ساحس حبيبي. يا ابني انت صعبان عليا والله. والله العظيم صعبان عليا. ليه يا حبيبي؟ تعالى ادوق لك حاجه. لا لا خلص دوب. والله العظيم ابدا. اخلص بس يا أخي دوب والله العظيم ملوخيه. والله ابدا. ملوخيه سخنه. يا عم ما تتعبنيش والنبي. تعالى ده انا اتحاسب عليك. والله اتحاسب عليك. انا دوت الطرب. انا بصراحه مش قادر ادوق او اي حاجه غير ايه؟ الملوخيه الاول. بص العرق بتاع الملوخيه. انا لسه ما دوقتش بس انا على المستوى الشخصي بحبها اكتر من كيس. انت لازم تقول ملوخيه حلوه ادام انا خلاص عملت الطشه، حتى لو فيها حاجه ما نتكلمش. لا ولا برضه لا لازم نجامل بعض. ما ينفعش. لا ريحه بصراحه. وريني. ايوه معموله بزيون محترم يعني. بصراحه اقول لو ناقصه حاجه اقول. حلوه بس انا على المستوى الشخصي بحب الملوخيه بص اتقل من كده. هي خفيفه شويه انا بصراحه. بحبها اتقل من كده. عارف انت احلى ملوخيه انا دقتها فين؟ فين؟ قول كده. اكيد اللي انا بعملها لك. لا بصراحه لا. لا اجمد ملوخيه بصراحه بكلمك بجد. عندي اسمه ايه؟ لا المطعم اللي في البوينت 90 اللي في قصر بوينت كبابي. ايه؟ قصر كبابي. لا في هفتكر واقول لكم. شجره الدر. شجره الدر. شجره الدر. اجمد ملوخيه دقتها في شجره الدر بصراحه. دي تالت معلقه ليه الملوخيه هي خفيفه حلوه. الطعم ايه؟ التست ايه؟ حلو بس على هي الشعر. بس هي عايزه عرق. هي مظبوطه بصراحه. ايوه
حلو الكلام. دول بقى المكرونه كده عشان نقفل الريفيو بتاعنا او الفيديو، وبعد كده نقول التجربه بتاعتنا عامله ازاي. طب اخش. طب انا عاوز ادوق. خش على المحاشي. انا عاوز بتنجان، انت شايفه؟ عشان مش شايف عندي. اهو بتنجان اهو، اللي قبل الكوسه على طول. دوق بقى ايه؟ ايوه بص هو رز يعني متداس عليه في السوا سيكه، بس هنشوف الطعم يعني. ايه الاخبار؟ حلو بس برضه مش واو مش احسن حاجه. مش واو. ماشي السمبوسه برضه شاربه زيت. عندهم مشكله في الفرايد، في الحاجات المقليه ما بتطلعش مثلا على مناديل، او ما بتطلعش على، او بتنزل على زيت بارد. يعني في مشكله عندهم في الفرايد. حلو. الزيت مش باين قوي عشان هي كريسبي، بس هي مش معموله بجبنه موزاريلا، معموله بجبنه بيضاء بالنعناع بقى، مسلوق واحده كده. طعمها حلو. تمام. طيب اخر حاجه هتدوقها بقى، معلش المبكبكه كده. ما شاء الله كميه محترمه يعني. حاطين كيس مكرونه في الاوردر بتاعك، كيس كامل كيلو. هو متوسط بيه بصراحه. ده يا عم هو ده البرشام بتاعه. لا صدق بجد فلتة فعلا. طب واللحمه؟ لا دول مكرونه بس. لحمه ايه؟ يا عم ما تجوعنيش، ما تجوعنيش، انا بصورك. الصوص حكايه. اللحمه بقى شكلها هتزعلنا. ليه بقى؟ بص كده، انت جاي معايا؟ معلش بص انا بدوق مش قادر استنى بصراحه. بص هنا كده، ممكن يكون، بس ما اعرفش. يعني خلينا ندوق برضه عشان ما نظلمش، ندوق حاجه مش موجوده. بس ايه، بس اللحمه بصراحه في المبكبكه انا ما بحبهاش طف كده، ما بحب فيها حته سمين بصراحه. يعني بحبها لحمه ضاني، يعني تكون لحمه حمرا كده بصراحه، ما بحبهاش كده. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ يا ابني قول لنا ايه الاخبار. لحمه ايوه حلوه جدا، حلوه. بس انا بالنسبه لي بحب فيها حته سمين كده، مش قصه تكون ملبسه كده الاوردر ده المفروض بلغه الجزارين يعني. بيتعمل كوكيت كله، ما بيتطبخ كله مع بعض. دي لو مطبوخه في الصوص مش هتبقى طعمها سهل قوي كده. هتبقى دايبه شويه. ممكن يكون الصوص معمول لوحده والمكرونه لوحدها ومتركبين مع بعض، صح كده. طب يا جماعه نكمل اكل بقى عشان انا جوعت بصراحه، ونقول لكم بعد كده راينا في التجربه ايه. دلوقتي يا جماعه بعد ما خلصنا الفيديو بنقول بقى تقييمنا النهائي. طبعا ده بقى اكل خدناه تيك اواي. انا بالنسبه لي الطرب حلو جدا، الكفته يعني مظبوط، الطحينه مظبوط، البابا غنوج حلو جدا. ورق العنب، المقبلات حلوه. ورق العنب والسمبوسه الجبنه حلوه، ومعموله بالطريقه كمان اللي انا بحبها، اللي هي محشيه جبنه بيضه بالزعتر والبقدونس. الممبار حلو. الدولمه مش قوي بصراحه، ما عجبتنيش. كمان الصوص اللي عليها بره ده ما كانش ظابطها بالنسبه لي. عشان ما نطولش عليكم، التجربه لو اسره او عائله معاهم اطفال هيتبسطوا هنا جدا جدا. حلوه عائله دي. عائله. لو اسره هيتبسطوا جدا هنا، لكن لو شباب الموضوع مش هيبقى يعني هياكلوا ويناموا زي ما احنا عاوزين ننام. شفت التجربه. انا بالنسبه لي يعني ده يمشي عائلي اكتر، لان المكان مقفول وفيه كيدز اريا وكلاسيك قوي 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 يعني. لكن هو المكان نظيف جدا، نظيف جدا، الاكل نظيف جدا. مش كل الاكل عجبنا، قلنا اللي عجبنا واللي ما عجبناش ايه. ممكن دي وجهه نظرنا احنا، لكن ممكن يعجب ناس تانية. اتمنى تيجوا تجربوا المكان، وان شاء الله يعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وانا بالنسبه لي برضه الخدمه كانت ممتازه. يلا اشوفكم فيديو جديد، تصبحوا على خير.